أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب 48 قانون للقوة. في عالم الناس بتتكلم فيه عن الأخلاق، كتاب 48 قانون عن القوة بيتكلم عن الحقيقة اللي محدش بيحب يعترف بيها. إزاي القوة بتتحرك بين البشر، وإزاي ناس عادية جدا قدرت توصل للنفوذ، مش بالقوة الجسدية لكن بالفهم والذكاء ومعرفة طبيعة الناس. الكتاب ده مش مجرد نصايح، ده أشبه بخريطة لفهم الصراعات الخفية اللي بتحصل كل يوم في الشغل والعلاقات والسياسة، حتى بين الأصحاب. لكن السؤال الحقيقي، هي القوة شيء لازم نتعلمه عشان نحمي نفسنا، ولا أول ما بنفهم قوانينها بتتغير؟ في الفيديو ده هنغوص جوه أشهر وأخطر كتاب عن النفوذ والتأثير، ونفهم ليه ناس شايفاه دليل للنجاح وناس تانية شايفاه كتاب مرعب. وده لأن القوة لما تفهمها عمرك ما هتشوف العالم بنفس الطريقة تاني. وأول قانون، تخيل صياد واقف قدام البحر، كل شوية يرمي الشبكة في مكان مختلف، مرة هنا ومرة هناك، وفي الآخر يرجع بتعب كبير وصيد قليل. في نفس الوقت في صياد تاني واقف هادي مستني اللحظة المناسبة، وبيركز رميته في مكان واحد بس، لكن الرمية دي كانت كفاية إن هي تغير يومه كله. المشكلة أحياناً مش في قلة المجهود، المشكلة إن قلبك وطاقتك متوزعين على حاجات كتير، زي حد بيحاول ينور مدينة كاملة بشمعة واحدة، لكن أول ما يركز نوره على نقطة واحدة كل حاجة بتبان أوضح. مش لازم تعمل حاجات كتير عشان تنجح، أحياناً حاجة واحدة صح تكفي تغير حياتك كلها. شخص واحد يؤمن بيك، فرصة واحدة حقيقية، قرار واحد شجاع، ممكن يكونوا أهم من سنين من التشتت. علشان كده ركز قلبك ومجهودك في اللي يستحق فعلا، لأن روحك برضو بتتعب لما بتوزعها على حاجات كتير. القانون التاني، في مرة شجرة صغيرة كانت واقفة وسط عاصفة قوية جدا، الأشجار الكبيرة قاومت الرياح بكل قوتها، اتشدت واتكسرت، أما الشجرة الصغيرة انحنت. الناس ممكن تفتكر إنها ضعفت، لكن الحقيقة هي كانت أذكى، استنت لحد ما العاصفة عدت ورجعت وقفت من جديد في الوقت اللي غيرها وقع للأبد. وعشان كده مش كل معركة لازم ندخلها بقوة، أحيانا النجاة نفسها نوع من الذكاء. في لحظات الانفعال والخناق وإثبات الكرامة بأي تمن ممكن يكسرك أكتر مما يحميك، لكن لما تهدى وترجع خطوة انت مش دايما بتتهزم، احيانا انت بس بتحمي نفسك لحد ما تستعيد قوتك من جديد. في ناس فاكرة ان القوة معناها المقاومة طول الوقت، لكن اذكى الناس بيعرفوا امتى يواجهوا وامتى يمروا العاصفة في هدوء. القانون التالي، تخيل لاعب شطرنج قاعد قدام خصم واثق جدا من نفسه، خصمه بيبتسم حاسس انه اذكى واسرع واقوى، لكن اللاعب التاني مش بيستعجل، بيخلي كل نقلة باهتة شوية عادية كأن مفيش أي تهديد منه. الخصم يضحك في سره، سهلة أنا أكسبه في دقايق، وهو مش واخد باله إن الطعم اتبلع. لحظة بعد لحظة الخطوات البسيطة كانت بتبني فخ كبير من غير ما يبان، وفي ثانية المشهد كله بيتقلب. الحقيقة الأعمق مش إن أنت تقلل من حد، الحقيقة إن الثقة الزايدة ممكن تعمي صاحبها، وإن الاستهانة بالناس التانية ممكن تكون أضعف نقطة في أي موقف. القوة الحقيقية مش إنك تظهر أذكى من غيرك، لكن في إنك تفضل واعي من غير ما تتغر ومن غير ما تقلل من أي حد، لأن في النهاية أخطر فخ هو اللي بيجي في شكل بسيط جدا، الثقة الزايدة. القانون الرابع، في مرة كان في حد بيحاول يرضي كل اللي حواليه، لو اتنين اتخانقوا يدخل يصلح، لو حد زعل من حد يبقى في النص، ولو في رأي ضد رأي يحاول يمشي مع ده ومع ده، لحد ما في يوم اكتشف حقيقة مؤلمة جدا، إنه هو بيحاول يرضي الكل ضيع نفسه، هو بقى بيتشد في كل اتجاه وما بقاش عارف هو مع مين ولا حتى هو عايز ايه. ساعتها فهم درس مهم، مش كل صراع لازم تدخل فيه، ومش كل طرف لازم تختار. في أوقات أهم ولاء في حياتك هو ولائك لنفسك، لكن الحقيقة الأهم مش في الانعزال عن الناس ولا في إنك تبقى ضد الكل. الحكمة إنك ما تسيبش نفسك تتسحب في معارك مش بتاعتك، إنك تعرف إمتى تسمع وإمتى تبعد وإمتى تحافظ على قلبك من إنه يتشتت
بين أطراف كتير، لأن اللي بيلزم نفسه بكل الناس ممكن في النهاية يخسر نفسه. هو الأقوى مش اللي واقف مع طرف ضد طرف، لكن اللي عارف يقف ثابت من غير ما يضيع. القانون الخامس: في مرة راجل كان ماشي في طريقه في الصحراء، شايل معاه مية قليلة. شايف قدامه طريقين، واحد شكله سهل وواحد شكله صعب ومليان أحجار. اختار السهل من غير تفكير، وقال اللي شكله أأمن هو الصح. لكن اللي ما كانش شايفه إن الطريق السهل اللي بيعدي بيه ده كان كله حرامية. خسر كل حاجة لأنه ما دققش في اللي قدامه. نفس الكلام، مش كل الناس زي بعض. في ناس لو جرحتها بالغلط مش بتهدى، ولو استهنت بيها ممكن ترجع لك في وقت انت مش مستعد له. الفكرة في الوعي، انك تفهم ان الناس مش نسخة واحدة، وان كل شخص ليه حدود وليه جروح وليه طريقة مختلفة في الرد. الحكمة مش انك تبقى خايف من الناس، لكن انك تبقى واعي في التعامل معاهم. تختار كلامك، تختار تصرفك، لان اللي ما بيدركش عمق اللي قدامه ممكن يجرح من غير ما يقصد ويفتح باب ما يعرفش يقفله. القانون السادس: في مرة كان في شمعة في أوضة كانت منورة طول الوقت، فالناس اتعودت على نورها وبقوا مش حاسين بقيمتها، لحد ما يوم النور اتطفى شوية. ساعتها بس الضلمة خلتهم يفهموا قد إيه كان وجودها مهم، لأن الحاجة لما تبقى دايما قدام العين القلب بيتعود عليها، لكن لما تغيب لحظة قيمتها بترجع تتشاف بوضوح. مش كل الوجود بيزيد القيمة، أحيانا الغياب هو اللي بيخلي الناس تشوفك صح تاني. قيمتك مش في كتر ظهورك، لكن في أثرك لما تكون مش موجود. مش لازم تملى كل فراغ، ولا تتكلم في كل لحظة، ولا تثبت نفسك طول الوقت. في ناس قيمتها بتبان أكتر في سكوتها، في غيابها، وفي المساحة اللي بتسيبها وراها. لأن كل اللي بيعرف إمتى يبعد بيخلي غيابه يتكلم عنه أكتر من اللي كان بيتقال عليه وهو موجود.